كتير قوي مننا بيسمع عن الشخص الألفا، الراجل اللي بيقدر يفرض احترامه، واثق في نفسه، بيعرف يتحكم في حياته. بس في الحقيقة الشخص الألفا مش مجرد واحد قوي في جسمه أو عنده فلوس، هو بس شخص عنده صفات معينة وبيعيش حياته بطريقة مختلفة عن بعض الناس. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي تبقى شخص ألفا، وهقولك عن خطوات عملية عشان تبدأ بيها من النهاردة. هقسمهم ل6 أجزاء، وأهم جزء الجزء السادس عشان بس منتوهش مني. الجزء الأول الثقة بالنفس. أول حاجة عند الشخص الألفا لازم يكون واثق في نفسه، مش بس واثق في شكله أو مظهره، لكن واثق في قراراته اللي بياخدها، وبيثق في اللي هو يقدر يعمله، في قدراته. الثقة بالنفس هي الأساس، هي اللي مخلينا اتكلم على اليوتيوب كده، هي اللي بخليك تطلع في الشارع، هي اللي بخليك تعمل أي حاجة حرفيا. هي اللي بخليك تروح عند مثلا محل تقول انا عايز كذا عايز كذا. انت مش واثق في نفسك هتهته في الكلام، مش هتعرف انت هتقول ايه اصلا. الثقة بالنفس هي الاساس، هي اللي بيتبني عليها كل حاجة. ازاي بقى تبني الثقة دي؟ 1. تقبل نفسك زي ما انت، ما تحاولش تغير من نفسك، التمثيل هيتعبك، انك تفضل تمثل هتتعب لغاية ما تبان على حقيقتك. الشخص الألفا مش بيحاول يكون حد تاني، بيقبل نفسه بكل مميزاته وعيوبه. مش بقولك العيوب دي بقى حلوة مثلا تشرب سجاير وحاجات كده، لا، العيوب دي حاول تبطلها. عشان تخسر عادة سيئة لازم تبدلها بعادة تانية كويسة. مثلا انت بتاكل وبعدها بتشرب سجاير، الأكل دوت جزء عقلك بقى اما تخلص أكل هو متبرمج بعد الأكل سجار. لا، انت مثلا خلي بعد الأكل دوت تشرب مية مثلا، يعني بديك مثال ماشي، وده بيخليه يبني ثقة في نفسه حقيقية بجد. مش بيحاول يقلد، إياك تقلد حد تاني. خلي شخصيتك واضحة ومميزة، خليك زي ما انت، ما تغيرش نفسك عشان حد، وغير نفسك أحسن دايما. 2. حدد أهدافك وحاول تحققها، حتى لو الهدف ده كبير يعني حاول تقلله، حاول تقسمه كده لأجزاء صغيرة. حتى لما تصحى من النوم يا أخي اعمل السرير بتاعك، هيديك ثقة والله يا ابني، هيديك ثقة في نفسك. حاول تقرا صفحة من القرآن، والله برضه هيديك ثقة في نفسك. حاول ما تعملش العادة السرية، هيديك ثقة في نفسك. هتقول انت هتعمل حاجة في غيرك ما بيعملهاش، هتاخد ثقة في نفسك. لما يكون عندك هدف واضح وتحققه، الثقة في نفسك هتزيد بشكل طبيعي. اعرف ايه اللي عايز تحققه في حياتك واشتغل عليه. لو كل يوم حققت حاجة بس صغيرة هتحس انك يعني احسن، تحس انك بتتطور. 3. واجه الحاجة اللي انت بتخاف منها. الشخص الألفا مش بيخاف من التحديات. لما تواجه خوفك مثلا يعني تصحى من النوم تاخد لك دش ميه ساقع، مثلا انت حد مش بترمي السلام على حد، ارمي السلام على حد، بتتكسف، لا انت ايه انت بتعمل، انت ايه يا اسطى بتتكسف من ايه؟ امال الدقن دي ايه يا اسطى؟ صباح الفل. تحدي نفسك في حاجات كنت بتخاف منها يوميا. تمام. الجزء التاني خلي عندك هدوء داخلي، يعني ما تتعصبش على اي حاجه، اتقل كده. الشخص الألفا مش مجرد قوي جسديا زي ما قلت، لكن عنده قوة داخلية وهدوء في التعامل مع المواقف الصعبة. اتحطيت يعني في موقف محرج بقى، ما تفضلش بقى تزعق وتعمل مش عارف ايه. يا عم خلاص اهدى، اتقل كده شوية. حصل لك مصيبة مش بقى تفضل تبلبلي بقى، اهدى كده شوية. انت ايه يا اسطى اللي انت بتعمله ده؟ اتقل. 1. اتخاذ قرارات قوية مباشرة. الشخص الألفا ما بيضيعش وقته بالتفكير الزايد. لما بيواجه موقف صعب بياخد قرار بسرعة بس بتركيز وبيمشي فيه. ما تركبش نفسك غلط، يعني مش عشان بقى انت تبقى شخص ألفا تاخد لك بقى ايه يلا حصل كذا كذا اعمل كذا كذا من غير ما تفكر. لا، فكر يعني، ما تقعدليش يومين 3 تفكر او ساعتين 3. لا، حصل مشكلة 1 2 3 في دماغك كده، شفت المعلم ده صح خلاص اعتمده. تمام. مش لازم تكون دايما يعني تكون صح، اكيد يعني كلنا بنغلط، مش ملاك، لكن الاهم انك ما تبقاش متردد يعني. ده بيقلل ثقتك في نفسك. يا عم اعتبر نفسك انت بتلعب بابجي وفي تيم بش عليك ومش عارف تعمل، افضل متوتر بقى ومش عارف ايه. لا يا باشا، خش اتعامل. انت عارف انت بقى، طب يلا بينا بوشايه مره واحده كده، خش اتعامل. فاهم انت؟ بس فكر برضه، حتى انت لما تيجي تخش تتعامل اصلا بتكون بتفكر
تخش بقى تتنطط، ولا انت بتلعب تتنطط، ده مجرد مثال. خده بقى على الحياة الواقعية، قسمه بقى على حسب موقفك والحاجة اللي هتحصل لك، فاهمني؟ 2. حافظ على هدوءك في الأزمات. الشخص الألفا مش بيظهر ضعفه أو توتره قدام الناس، دايما بيحافظ على هدوءه في المواقف الصعبة، ده بيظهر قوته الداخلية. وخلي تصرفاتك هادية وعندك قرارات حكيمة. الجزء الثالث، احترام النفس والآخرين. لازم عشان تبقى شخص ألفا يكون عندك احترام لنفسك، وقبل الاحترام لنفسك لازم عشان تبقى شخص ألفا يكون عندك احترام للآخرين. يعني تحترم الشخص اللي قدامك، ما تقللش منه. يعني بتعمل ايه اصلا؟ انت ليه بتقلل منه اصلا؟ عشان برضه انت حتى ولا انت احسن منه، عندك جسم احسن من اللي قدامك. حتى الناس اللي بتوع الجيم ما بتقللش من الشخص الرفيع، عشان هما كانوا مكانه في يوم اصلا. اما تقعدوش يعني هركليز، ماشي؟ لازم تحترم الناس اللي بتتعامل معاها، ولازم برضه قبلهم تحترم نفسك. رقم 1، حافظ على حدودك. الرجل الألفا يعرف امتى بيحط حدود لنفسه، ويحط حدود للناس التانية اللي بيتعامل معاها أو تتعامل معاه. بيكون واضح في تعامله مع الناس، وبيعرف امتى يقول لأ. لما تحط حدود لنفسك الناس هتحترمك أكتر، ما تسيبهاش سداح مداح كده. وأنا قلت حاجات كده في فيديوهات قديمة. 2، اسمع للناس كويس، متفضلش تتكلم وخلاص. لما تدي للناس الفرصة اللي هم يعبروا عن رأيهم، ده بيخليهم يحترموك أكتر ويشوفوك واحد يعني بيسمع أكتر ما هو بيتكلم. ما انت ولا مش هتسمع مش هتعرف تتكلم، هتتكلم تقول ايه؟ لازم تسمعهم هم يقولوا ايه وبعدها انت رد. لما تبقى تتكلم انت كده خالتي اللتاتة. اسمع. رقم 3، خليك صريح مع الناس. الراجل الألفا مش بيخاف من الحق، اللي أصلا اللي بيكذب بيكون خايف من حاجة حتى لو كانت صعبة. خليك بقى تنح كده، عارف انت يا عم، تكذب ليه أصلا؟ يعني متكدبش. الصراحة بتساعدك تبني علاقة قوية مع الناس وتحافظ على احترامهم ليك. الجزء الرابع، الاستقلالية والمسؤولية. الشخص الألفا مش معتمد على حد، عنده قدرة على اتخاذ قراراته بنفسه وتحمل نتائجه. عشان كده خلي بالك حتى مثلا لما تيجي تسمع مكاوي مثلا يقول لك اطلع لازم تعيش لوحدك وتتعامل كده، عشان ده بيخليك تكتسب خبرات ازاي تتعامل مع الناس. وده اللي حصل موقف تعرف تتعامل مع ده، حاجة باظت تعرف تعملها. موقف محرج اتحطيت فيه لوحدك، ما تروحش بقى تندب بقى حظك، لا تتعلم ازاي تتعامل. حتى لو ما تعملش في ساعتها، عقلك هيقول لك تتعامل كذا، انت هتفكر بتيجي لوحدها ساعات. 1، خليك مستقل في قراراتك. الشخص الألفا مش بيستنى رأي الناس في كل حاجة في حياته. لما تعرف تاخد قراراتك لوحدك هتبني شخصيتك على الاستقلالية، ده هيديك شعور بالقوة وبيساعدك تبني احترامك عند الآخرين، وقبلها احترامك لنفسك. 2، اتحمل مسؤولية أفعالك. لازم تتحمل مسؤولية أفعالك لما تيجي تتصرف في تصرف معين، سواء كان صح أو كان غلط. لو حصلت مشكلة بسبب قرارك انت، ما تلومش غيرك، انت كده مش هتكسب حاجة وهتستفاد بحاجة. انت بترمي الحمل على الناس التانية. لازم تتحمل المسؤولية وتتعلم منها. رقم 3، خليك صاحب مبادئ ثابتة. الشخص الألفا مش بيغير من مبادئه على طول عشان يرضي طرف معين، يرضي على الطرف المعين ده. انت هتيجي تغيرني انا؟ لا، انت مين اصلا عشان تيجي تغيرني؟ حتى ولا انت ويل سميث؟ معلش يعني انا غيرت نفسي عشان ويل سميث يا باشا؟ انت ده بيشكلك. انت بتقول ايه يا صاحبي بس؟ والله هيحترمك اصلا. خليك عندك قيم ومبادئ واضحة، وده اللي بيساعدك تكون شخص اقوى في اتخاذ القرارات. الجزء الخامس، العناية بالنفس. لازم تهتم بصحتك النفسية والبدنية، مش بس قوي جسديا لكن دايما تشتغل على تطوير نفسك. 1، ممارسة الرياضة. مش لازم تكون بطل في كمال الأجسام، يعني خليك جسم فيزيك كده، جسم متناسق حلو، يعني الهدوم تلبسها بشكلها حلو عليك. خليك نشيط يا عم. الرياضة هتساعدك تحافظ على طاقتك وتزود ثقتك في نفسك. لما تيجي تمشي مثلا تلاقي الباي كده جاي من التيشيرت طالع بقى زي كده، ده هيخليك واثق كده، يعني تمشي انت يعتبر انت الوحيد اللي في الشارع الحتة دي باينة. 2 3 5 10 يا سيدي، هتبقى من التوب 10 يا سيدي. 2،
العناية بالعقل والنفس. الشخص الألفا مش بس بيهتم بجسمه، كمان لازم يهتم بعقله ونفسيته، عشان لو الاتنين دول باظوا انت كده ضيعت. الجزء السادس، الفريم. لازم يبقى عندك إطار ذكوري قوي من الفولاذ. الرجولة مش بس كلام لكن فعل. الشخص الألفا عنده فريم رجولي واضح، يعني عنده مبادئ وقيم ثابتة ما يغيرهاش ابدا عشان حد، ولا حتى عشان بنت اتلعبت بيه عاطفيا انا مش عارف ايه، عشان على مبدأ بتاعه هتلاقيه بيتنازع عن المبدأ ده. انت كده طلعت من اطارك، انت دخلت في اطارها هي، يعني طلعت من مبادئك دخلت في مبادئها مثلا. يعني لازم يبقى عندك، لازم تكون صاحب مبدأ ثابت. الراجل الألفا ما بيغيرش مبادئه عشان يرضي حد زي ما قلت. لما تكون عندك مبادئ واضحة الناس تحترمك وتعرف انك راجل بجد. 2. تحمل مسؤولية أفعالك. لما تيجي تعمل غلط ما تهربش منه. الشخص الألفا بيكون قادر على مواجهة عواقب أفعاله. 3. كن واضح في قراراتك. الرجل الألفا بيعرف امتى يقول لأ، مش بيخاف يفرض قواعده، دايما بيكون عنده وضوح في اختياراته وتصرفاته. الراجل اللي عنده شخصية قوية مش بيخضع لكل شيء بيحصل حواليه، عنده إطار ذكوري واضح. يعني مثلا انت قاعد مثلا في ملاهي، هتلاقي بقى الهيصة هنا وهنا وهنا، وانت بقى مثلا تلاقي نفسك هيبرت معاهم، انت كده طلعت من فيلمك دخلت في فيلمهم هما. لازم تبقى هادي، اتقل كده، لازم تبقى رزين، عندك وقار كده، في راجل ما يخرجش عن وقار. آراء الشيخ الشعراوي. خليك هادي، يعني عندك مبادئ ثابتة. مبدأك انت تفضل هادي، ما تخليش بقى الملاهي بقى تخرجك عن المود بتاعك وايه يلا بينا ملاهي ونروح نتفرج. اهدى كده يا عم اهدى. لازم تبقى ثابت في في المواقف الصعبة، ومواقف تبقى هاخد موقف صلب كده. وانت لازم تعيش حياتك على اساس القيم اللي انت بتؤمن بيها. ماشي، لازم تكون عندك مبادئ واضحة في حياتك، سواء كان في شغلك او في تعاملك مع الناس. الراجل اللي عنده اطار ذكوري ما بيغيرش مبادئه عشان يرضي الناس. انا بعد لك وزير في الكلام عشان ده مهم قوي. لو قررت حاجة تمسك فيها، وما تخلطش ما تخلطش في اختياراتك. الاستقامة في المواقف دي بتبني احترامك وقوتك وبتزيد ثقتك في نفسك. الراجل اللي عنده إطار ذكوري ما بيهربش من مسؤولياته، بيكون قادر على تحمل نتائج قراراته، ويشيل العبء لو الأمور مش ماشية زي ما هو متوقع. دايما مسؤول عن تصرفاته حتى لو كان في مواقف صعبة، ده بيعكس قوته الداخلية. 3. أعرف إمتى تفرض قواعدك. الراجل صاحب الإطار الذكوري يعرف إمتى يفرض قواعده وما يسمعش لحد إنه يتخطاها. مش كل الناس هتوافق على قراراتك وطريقة تفكيرك، لكن الراجل القوي في شخصيته مش بيخاف يفرض الحدود عشان أي حد، ومش بيخاف على زعل حد مش بيحترمه. ده مش معناه القسوة، لكن بيكون عنده مبدأ قوي في التعامل. إطارك الذكوري يعني إنك مش تابع للظروف أو للناس، لكن عندك سيطرة على حياتك، وعارف إزاي تتعامل مع التحديات والمواقف المختلفة. عشان تكون راجل حقيقي لازم تكون صاحب إطار ذكوري ثابت وقوي. تمام. لما يكون بقى عندك إطار ذكوري قوي بتبني شخصيتك على أساس من القيم والمبادئ. لما تمسك في مبادئك وتكون مسؤول عن أفعالك هتفرض احترامك وتبني شخصية قوية وتدير حياتك باحترافية. وفي النهاية الشخص الألفا هو اللي بيحاول يكون الأفضل في كل حاجة على قد ما يقدر، يعني بيحاول يطور نفسه. امبارح مثلا عمل حاجة يطور من نفسه النهاردة عمل حاجة بكرة يعمل حاجات أحسن من كده. هو اللي عنده القيم والمبادئ اللي بتوجهه في حياته. لو اتبعت الخطوات دي وطبقتها في حياتك اليومية صدقني هتبني شخصية قوية وواثقة ورجولية. ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك وشارك مع صحابك، يعني ولو شاف حد مثلا تاج كده. وافتكر دايما الشخص الألفا مش مجرد صفة، ده أسلوب حياة. ويا ريت تعمل لايك عشان دوت بيفهم خوارزمية اليوتيوب ان الفيديو ده عجبك فأكيد هيعجب ناس تانية. ويا ريت تعمل اشتراك الصراحة عشان بتاع 91% اللي بيتفرجوا على القناة مش عاملين اشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.